بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فراخ محشي بالرز. هجيب كوباية ونص من الرز وأضيف عليها بصلة، وأكون منضفة فرختين كويس خالص. بعد ما نضفتهم بحطهم في مية وخل وملح، وبعد كده أشطفهم وابتدي أحشيهم. هنحشي الفراخ. طبعا هنا في حتة الزحلة دي لازم تبقى محشية بالفراخ، فأنا عشان خاطر الرقبة من برا بتبقى ضيقة خالص، في بعض البنات ما بيعرفوش يحشوها، بنحشيها من الداخل. يعني في فتحة من الصدر لحدية الزحلة دي بندخل من خلالها الرز عشان تتحشي. وبعد كده برضه في ناس مش بتعرف الربطة بتاعة الفراخ ازاي بيربطوا رجل الفرخة في المؤخرة بتاعتها بالمنظر ده. بدخل واحدة والتانية في الناحية التانية، وبلف الدراع بتاع الفرخة الجناحين عشان خاطر ما ياخدوش مساحة في الحلة معايا، ولما يطلعوا بيتحمروا ويبقى شكلهم في منتهى الجمال. والتانية برضه حشيتها، هحط الرجل في المؤخرة والرجل التانية الناحية التانية في الرجل كده، وملينا الزحلة وتنينا الأجنحة بتاعتها للداخل عشان خاطر متاخدش مساحة في الحلة هي وبتتسلق. عندي حلة فيها بصلة وحبهان وفلفل اسود، وهحط فيهم الفرختين، هسيبهم براحتهم يستويوا لمدة كده نص ساعة. وبعد كده هجيب بشرة طماطم مبشورة وعليهم عصير ليمونة وملح وفلفل وملعقة سمن. بعد كده الفراخ المسلوق ده انا هبتدي احط عليه الطماطم والفلفل والليمون والسمنة دي، وادهن وش وظهر. هحطهم في طاسة او في صينية واحطهم في الفرن يحمروا براحتهم خالص بالمنظر ده. احطهم في الفرن وهرش عليهم ملعقة من السمن على وش الفرختين. ما شاء الله طالعين في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين. هجيب هنا معايا طاسة فيها ملعقتين سمن، غسلت كوبايتين رز، وهنعمل رز بالخضار. طبعا هحمر الرز بدري شوية كده واسيبه، وانا بعد كده هجيب بصلة مع ملعقتين سمن، وقبل البصلة ما تسفر او اي حاجة بحضر الخضار بتاعي اللي انا هعمل بيه الرز بالخضار. البصلة مع السمن بعد تقليبتين منها هحط البسلة، لان هي اكتر حاجة بتحتاج لتتبيل. يعني انا هدبل الفراخ كله، فطبعا البسلة اكتر حاجة بتحتاج سوا او بتاخد وقت طويل. هنبتدي بيها، هقلبهم لحد ما تدبل البسلة، وبعد كده اضيف عليها الكوسة، وبعد كده اضيف عليها الجزر. انا الجزر هنا بشرته، وفي ناس بتحطه مكعبات، ان الاطفال او الاولاد عموما البصل لو الجزر لو مش مبشور مش بيعرفوا ياكلوه، بيطلعوه على جنب. لكن لما بيبقى مبشور مش هيبان في الاكل وهيتاكل، وهيستفيدوا بالفوائد اللي في الجزر. طبعا هنا بعد ما دبل الخضار كويس خالص هضيف عليه الرز واقلبه تقلبتين. وبعد كده عندك شوربة عندك مية، هحط للرز ملح واظبط الحياج بتاعه، وهضيف له المية واغطيه واسيبه يستوي براحته. ما شاء الله طلع طبعا استوى اهو زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. عندي هنا طاجن وهحط فيه مكعب من الثوم. الثوم ده في الفريزر عشان كده عامل كده. فانا طبعا بقلب كويس خالص الثوم لحد ما يفكوا من بعض. هضيف له بعد كده حبة كزبرة ناشفة هقلبها. وبعد كده عندي عصير طماطماية كبيرة هضيفهم بعد الملح والفلفل. هضيف الطماطم المبشورة دي واسيبهم مع الثوم يتسبك كويس خالص. وبعد كده هضيف له شوية ملح وفلفل واظبط الحاج بتاعه بردي. وعندي بعد ما تسبكت الطماطم حبة ملوخية انا ناشفة اللي بردي عملناها مع بعض قبل كده، وهحط 4-5 معالق من الملوخية دي وهقلبها في الصلصة اللي انا عاملاها دي. عندي شوربة طبعا هضيفها على الملوخية اللي انا حطيتها في الصلصة او في عصير الطماطم،
وهبتدي افك بيها الملوخية الناشفة واقلب فيها واحرك كويس خالص خالص عشان تخضر معايا كده وتطلع حلوة. وكل شوية بزود حبة شوربة لحديت القوام المناسب للملوخية. طبعا ده قوام الملوخية، هنقلب فيها وكل ما يحتاج لحبة شوربة بنزود الشوربة. وبالطريقة دي طبعا عملنا طبق من الملوخية الجميل. طبعا ريحته ما تتخيلوش الريحة بتاعته في منتهى الجمال ازاي. النهاردة عملنا رز بالخضار المشكل وعملنا طبق ملوخية وفراخ محشي بالرز. طبعا كل الأطفال بيحبوا الفراخ بالرز، ده بيبقى جميل جدا. أنا هنا عندي بالماء عصير طماطم، عصير برتقان، عصرته وصفيته كويس خالص من غير ما احط له اي اضافات. بعد كده هضيف له شويه جزر مسلوق بميه السلق بتاعتهم بعد ما استووا، هحطهم في الخلاط واضرب الجزر مع البرتقان مع عصير ليمونه طبعا، وهزود السكر اللي انا محتاجاه، وطبعا هيبقى عصير في منتهى الجمال. طبق الملوخيه مع الرز المشكل مع الفراخ مع العصير، وبالهنا والشفا. متنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه لو عجبك.